المشكله شوف المشكله يا وتسقط على رئيس المشكله عبد الكريم وتسقط على الانديه لانهم تحدثوا عن احداث حدثت في تخص فريقك المفضل الهلال. من يتحدث احنا نقول دافع عن الهلال من حقك، بس لا تسقط على الانديه الاخرى ولا تسير على الهواء. اتمنى ان الاخ عبد الكريم، انا ما راح انفعل مثله، اتمنى ان الاخ عبد الكريم يعيد ما قاله المشجع. اتمنى طيب. اتمنى شوف واسمع وارضى بحكم الزملاء. اذا طلع شوف لا لان هي تكلم فيها. المشكله انا اتكلم عن شخص واتكلم عن حادثه وانت تؤول طيب. وتتكلم عن احداث. تسمحوا لي يا ابو لما الحلقه الماضيه تجاوزنا قلت الحلقه الماضيه انه احداث الخرج لن يكون للجان اي دور لانها شكلت لجنه صحيح. هي المسؤوله والاخ ما يفهم لا انت اللي ما تفهم ما تفهم لا يحترم نفسه اولا لا ما تفهم لان لا يريدون لجنه الانضباط. لو تفهم اللجان هذا هروب من الاحداث اللي حدثت. لو تفهم عن هذا دليل على ضعف القرار في رعايه الشباب. اوكي روح انتقد اللجنه، انتقد الرعايه لابعاد الاحراج لابعاد الاحراج عن الرعايه. واحنا نشاهد الان في الخرج وحدثت في يوم الاثنين الماضي وستحدث احداث كبيره لان لجنه الانضباط اختفت نهائيا ولم تقم بدورها. وللاسف لحظه احنا نعرف في عهد الامير فيصل بن فهد يا اخي احيانا تضطر لاصدار قرارات حتى فوق الانظمه انتهى الوقت. هذا هو الصحيح. اما التواري خلف تشكيل لجان وتبدا لجنه الانضباط وعندما يتحدث واحد بالحبق والنعناع سلت سيفها عليه، وعندما تحدثوا عن الهتافات العنصريه اللي تشير الحبق والنعناع واحد مسؤول في النادي يتكلم، لكن الاحداث اللي صارت هذا الشيء اللي بدك تشير له يا خلف وتتحدث عنه وتوعي الجماهير فيه. عبد الكريم الاحداث اللي صارت في مباراه الشعله تختلف عن يا اخي انت تتحدث عن نادي الرائد يا محمد. انت تتحدث عن نادي النصر، انا ما جيت اتحدث عن نادي الرائد. انت تمثل نادي النصر، انا ما امثل نادي النصر. برنامج تمثل نادي النصر. على الاقل انا امثل نادي. انا ما اتدخل فيني، انا انسان اعلامي واتحدث عن اللي اشوفه في الساحه الاعلاميه يا اخي. انت الحين خلصتني ابو احمد هلال، خلصتني رائد، خلص واحد ما لا اسمح. انا امثل اذا كنت امثل نادي النصر فانا افتخر بهذا، ولكن ما امثل نادي الرائد المسيار كل يوم تمثل لك نادي. عبد الكريم انا ما امثل نادي الرائد اخوي، انا ما امثل نادي الرائد. انت جاي تمثل نادي النصر. انا اقول كنت مثلا فانا اتشرف بهذا نادي كبير وعملاق وركن من اركان الانديه السعوديه. المفروض تسمى انت مو اعلامي رياضي، اعلامي نصراوي، مو اعلامي رياضي عشان تحدد، عشان انا ما اثق فيك لو تتكلم عن الهلال او الرائد او الاتحاد. انا ما اثق فيك زي اللحظه. لا جمال دقيقه يا اخي عبد الكريم ايش فيك منرفز يا اخي؟ انا ماني منرفز، انا ما غلطت عليك. طيب انا تتهمني بالنصر، انا اتشرف بالنصر، ولكن انا مثلك زواج المسيار كل يوم شجع لك نادي على حسب مصلحتك. جاي تنكت الحين ولا جاي تنكت؟ هذه الحقيقه، هذه الحقيقه. انت على اساس انك تنكت هذه الحقيقه، مستخف دمك يعني. اي مستخف دمك، عارف نرد عليك ترى انا حنا. هذا الحقيقه. عموما انا بتكلم شيء اديك اخر رد. طيب شوف يا استاذ محمد، لا بقول لك شيء محمد. لا ما اخر بتكلم انا، بس انا بتكلم بصفتي اعلامي طبعا، مو بصفتي رايدي زي ما قال الاستاذ عبد الكريم، لانه هو شوف ناظر، لانه هو ايش هو يستاهل ويشرفني اصلا. وانا اصلا عائلتي مؤسسه نادي الرايد، انا كنت لاعب سابق في نادي الرايد ترى، لكن انا الان اتكلم بصفتي الاعلاميه. انت قبل شوي لما تكلمت عن النصر قلت لا يا اخي تكلم عن الرايد، انت الان تكلمت عن الرايد وانت جاي تمثل نادي النصر عموما، وسميتنا مسيار وانت تعرف اللقب لا اطلق على جماهير على مين. طيب عموما اتكلم ادينا تقييم فني كذا. عموما شوف انا صراحه مع الاخ خلف بالمعاناه اللي يعانيها نادي التعاون، بس انا اقول لك اتكلم عن وضعي كتعاون. مشكله التعاون دايم كل الناس يا اخي انا ما اتكلم في البدايه. انا كذا لا شوف احنا ما ادري لا تنزل باسلوب الحوار. لا تنزل باسلوب الا انت نزل. انا في البدايه ما قلت لي مشكله الانديه كلها. لا انت تسكر اذن وتفتح. شوف يا اخي لا تسكر اذن وتفتح اذن لاجل ان تسقط اشياء. لا غلط كلامك انت الان غلط وجالس تضحك المشاهد الان يا اخي. الان انت تتكلم عن ايش؟ اللي يسمعك الحين يقول والله العظيم يتكلم عن شيء غلط، قسما بالله العظيم اللي يسمعك يقول بس غلط. كلامك غلط، والله العظيم كل كلامك غلط. كلامي غلط؟ انا اقول لك ليش كل كلامك غلط. الاخوان كلهم بشهادتهم، انا في البدايه قلت ما قلت كل الانديه، مشكله كل الانديه ابو حسام قلتها، وانت تتكلم عن نادي التعاون وانا قلت مشكله النادي التعاون. خلينا نشوف زميلنا محمد